يا باشا حقك، حقك يا باشا. ميدو عايز رضا سليم في الزمالك، حقه. واللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش، اقسم بالله. حقك يا باشا، اعمل اللي انت عايزه طالما الراجل لسه ما وضعش للنادي الاهلي، وطالما هو مش مع النادي الاهلي. حتى لو في النادي الاهلي حقك تتفاوض معاه. نحن في زمن الاحتراف. اه يا باشا. ايه في ايه وتسريب ايه اللي بتتكلموا عليه؟ تسريب ايه في ايه؟ مالكم؟ الراجل يا جماعه بيتكلم وكيل اعمال، الراجل عايز رضا سليم في الزمالك. ايه المشكله؟ ايه الحوار يعني؟ انت مش فاهم؟ انا مش فاهم ايه الحوار اللي واخد حجم اكبر من حجمه ده على السوشيال ميديا. تسريب المكالمه ويلحق ميدو مش عارف عايز يبوظ صفقه. يا عم يبوظ، هو جامد اوي بيعرف يبوظ، ما يبوظ. ايه المشكله؟ ايه الحوار؟ هو حر، هو حر يا باشا. ولكن بقى ايه يعني؟ عايزك بس تمسك الموقف ده وصفقه القندوسي لو تفتكر معايا، واخد لي بالك؟ يعني يا ريت بس يا جماعه نمشي بنفس المعيار ده في كل حاجه، في كل حاجه. يعني الاهلي لما بيدخل في صفقه الزمالك فيها محدش يقول في ايه مالكم، محدش يتكلم اصلا، ما حقه. زي ما ميدو دلوقتي حقه، وحقه قوي كمان. والله العظيم انا مش مستغرب خالص. المكالمه اللي انا سمعتها عادي، ايه المشكله؟ الراجل عايز رضا سليم في الزمالك. إيه الحوار بقى؟ ولا اي حوار، ولا اي حوار اصلا. داخل تعلي على الاهلي براحتك، ادخل اعمل اللي انت عايزه، بس انت هتستحمل؟ هو ده السؤال المهم. انت هتعرف تجاري الاهلي في موضوع الصفقات والمزايدات هتعرف تعمل كده؟ لو هتعرف يا باشا دوس دوس بقلب جامد، ما يهمكش. احلى مسا عليكم.